12 سنة وبضع أيام عن أول لقاء لبرنامج نادي المواهب الأدبي لمديرية الثقافة بجيجل. أعوام مرت ومواهب صقلت وكبرت عبر هذا الفضاء. الثامنة لنادي المواهب الأدبي الشهري لمديرية الثقافة لولاية جيجل لسنة 2025 في موسمه الثاني عشر على التوالي، والذي أسسته مديرية الثقافة لولاية جيجل. هو موسم ثاني عشر مليء بالفرح. اليوم جلسة أدبية بقاعة الفنون الشهيد حملي العيسى صمم هذا الفضاء الذي يحتوي هذا النادي منذ تقريبا 3 سنوات. ضيف الشرف الأستاذ الشاعر مراد بن شريف بحضور طلاب من المواهب الأدبية المختلفة بلدية الولاية وقامات شعرية. ولم يكن من السهل أن يتواصل هذا النادي كل هذه السنين لو لم يكن خلفه عشاق الحرف والقصيدة. نلاحظ في ولاية جيجل وجود ثمرة غنية جدا مهتمة بالشعر والأدب والثقافة بصفة عامة، وفي كل سنة يتم اقتفاء أثر مجموعة من الشعراء والأدباء يصنعون بصمتهم في العالم العربي بشكل ثابت وبخطى ثابتة. لنادي المواهب الأدبي فضل علي، أنا التي كنت أبدأ بالخواطر، بعدها تعلمت، تطورت، صارت لدي لغة جيدة، لغة سلسة، حتى أن صوتي صقل وأصبح صوتا إبداعيا. روائية كاتبة رواية لعنة مملكة كالدارا ورواية العبور. نلتقي هنا اليوم معا في نادي المواهب الشهري الأدبي الذي يجمعنا على حب الحرف والكلمة دائما، فضاء للإبداع، للترفيه، لإثبات نفسك كموهبة، يشجع المواهب على كل الأعمار، في كل الأعمار، صغير كبير. نشارك هنا لنبدع، لنتطور، لنصنع أدبا جيجليا بالدرجة الأولى يستحق أن يلقى في المنصات العربية إن شاء الله. ناد لم يشأ أن يضع النقطة ولا حتى الفاصلة، فبقي جامعا لمواهب ظلت تصدح كي لا يموت الشعر وتأفل القصة والرواية، مثلما ردمت فنون أخرى في ولاية كل لوحاتها الجميلة تقول لك اكتب وارسم، فالجمال لا تصفه إلا الحروف والألوان.